السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام موجه من الأخ عنيد مسعد الغراسي لعدة أسباب كأنه لم يستطيع يقرأ ولا يكتب. الأخ عنيد ندمان على ما حصل. أخواني أبناء مريض في الأبية، أنا ما حصل من قتل مني لولدكم سياف ربيد هو خطأ وأنا لا أعرفه ولا بيني وبين أي حاجة، وأن الخلاف كان بيني وبين جعوال وأردت أهدد ابن جعوال، وهذا بظاهرته مما أدى إلى قتله بالخطأ، وأنا يتيم ولم يتابع علي أحد، وكم من القضايا شبيهة بحقي وتم حلها، وأن الكل وقعوا على قتلي، فكل من وقف ووقع على قتلي فأنا خصمه يوم القيامة، وأسأل الله أن يسقيهم من الكاس الذي سقوني منه ولا أسامحهم الله لا دنيا ولا آخرة، والله شهيد على ما أقول. وهذا الكلام أقوله ليس خوفا من الموت، وأن ما قدره الله كان، ولكن أبين للناس أني مظلوم، وأن الموعد لله، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من كل وقعوا على ظلمي.